فيلمنا بيبدأ مع واحدة بيكون ما عندهاش ثقة في نفسها أو شكلها اسمها رينيه، وبتروح للجيم لأول مرة عشان يمكن تخلي شكلها أحسن وتتقبل شكلها، وبتوصل لمكتب الاستقبال عشان تستلم لبس الجيم، فبتطلب بصوت واطي حجم لبسها ومقاس جزمتها الكبير، ولكن موظفة الاستقبال بتعلي صوتها وبتنده على زميلها إنه يلاقي الحجم ده وسط باقي البنات، وبتكون رينيه محرجة ومخبية وشها في الأرض، وبتيجي تغير هدومها في غرفة تغيير الملابس وبتشوف بنت اسمها مالوري، واللي بيكون جسمها وشكلها حلم بالنسبة لأي بنت إنها توصل له، وبتتفاجئ رينيه لما بتعرف إن ده أول يوم لمالوري في الجيم، وبتبقى مش مصدقة إن شكلها كده طبيعي، وبيكون جسم مالوري مش عاجب نفسها وثقتها في نفسها هي كمان ضعيفه، وبتروح رينيه لصاله التمرين واللي فيها كله راكب عجل وبيتمرنوا عليه، وبتيجي رينيه تركب العجله ولكن الكرسي بيتكسر بسبب حجمها وبتقع وبيتقطع بنطلونها، وبتروح رينيه من الوجع اللي حاسه بيه وبتمشي في الشارع وهي بتحاول انها تخبي قطع البنطلون، وبيكون بيت رينيه مليان مكياج ومستحضرات تجميل من شركه ليكلير وصور عيله ليكلير متعلقه على حيطان البيت، وبتحاول رينيه لما بتروح انها تطبق فيديو على اليوتيوب عشان تعمل تسريحه لشعرها ولكن بتحرق نفسها بالمكوى وفي الاخر بيطلع شكلها مش زي اللي في الفيديو، وفي مره بتكون في محل الملابس وبتلاقي شورت جينز عاجبها بس بتجيلها العامله اللي في المحل وبتقول لها ان مقاسها الكبير هتلاقيه اونلاين بس ومش موجود في المحل دلوقتي، وبتتحرج رينيه وبتمشي تروح للسوبر ماركت وهناك بيشوفها طفل وبيخاف من شكلها وبيعيط، وبتروح تقابل فيف وجين صاحبتها في البار وبتروح البيت بالليل، واول لما بتدخل بتغير هدومها قدام المرايه وبتفضل تبص على جسمها وبتبقى حزينه وعايزه تعيط من شكلها، وبتروح رينيه تاني يوم شغلها واللي بيكون في اوضه صغيره وشغاله تبع شركه ليكلير في قسم الاونلاين، وبيكون مايسن زميلها شغال معاها وبيكون مخنوق من الشغل ومن حياته وجاي الشغل بالعافيه، وبتكون رينيه متضايقه عشان هم شغالين في اوضه ضيقه بدل مقر الشركه ذات نفسه، وبعد الشغل بتروح رينيه بيتها وبيبقى عندها صاحبتها وبتحط لهم مكياج غالي تبع شركه ليكلير واللي بيكون مرتجع وهي بتاخده من الشركه ببلاش، وبتتفرج هي وصاحبتها على صور مواقع الشركات المنافسه لكلير وبتشوف قد ايه هم جايبين عارضات شكلهم حلو وبتحس ان مفيش منافسه او مقارنه مع لكلير، وبتقول رينيه لصاحبتها ان شكل البنت هو كل حاجه وان البنت لو جميله والصوره وحشه هتجيب لايكات على الانترنت، لكن لو البنت وحشه والصوره في مكان جميل ومتاخده باحترافيه مش هتاخد اي لايك، فبتقول جين انهم المفروض ما يهتموش لاراء ولايكات الناس وبتخلي صاحبتها يتصوروا مع بعض وبترفع الصور على الانترنت، وفي تاني يوم بتروح رينيه الشغل وبتلاقي مايسن من غير بنطلون وبيقول لها انه دلق على نفسه صلصه وهو بياكل، وبيقول لها كمان ان السيرفر بتاع الشركه واقع ومش عارفين يشتغلوا، فبتقلق رينيه عشان المفروض يبعتوا ايميلات للشركه مهمه تبع الشغل قبل الساعه 11، وبيقول لها مايسن انه بيطلع التقارير وبيديها لها عشان توديهم للشركه بنفسها، وبتكون رينيه خايفه تروح هناك وسط العارضات الجمال وان لبسهم هناك ماركات وغالي ومش في مستواها، بس مايسن بيشجعها وبيديها دفعه للثقه بالنفس، وبتروح رينيه للشركه وبتطلع رينيه من الاسانسير لمكتب الاستقبال وبتسلم التقارير للموظفه هناك، وبتاخد بالها من افري ليكلير اللي ليها خط انتاج باسمها، وبتقول للموظفه انها محظوظه انها شغاله في مكان زي ده، بس بتتفاجئ لما الموظفه بتقول لها انها مش متعينه هنا وانها موجوده مؤقتا على ما الشركه تلاقي موظف استقبال رسمي، وبتكون افري في اجتماع مع امها ليلي كلير وبيكون في مشكله في انطلاق مجموعه جديده من مستحضرات التجميل، وبتكون ليلي متضايقه من بنتها والموظفين بسبب انهم مش شايفين شغلهم كويس وده بسبب ان الاسعار مش مناسبه للسوق والعرض والطلب، وبتكون رينيه رجعت لاوضه الشغل الصغيره بس بتبقى فاتحه موقع الشركه وبتشوف شروط قبول توظيف موظف مكتب الاستقبال، وبتلاقي ان كل حاجه في الشروط فيها لحد ما بتوصل للبند اللي بيكون شرط فيه ان اللي بيقدم على الوظيفه يكون انيق وواثق من نفسه، وبتقفل اللابتوب وبتكون محبطه، وبعد الشغل بتروح رينيه تجيب حاجات للبيت من السوبر ماركت، وهناك بالصدفه بتقابل مالوري وبتاخد بالها من ان الرجاله بيحاولوا يتعرفوا عليها، وبتقول لها رينيه انها بتحقد عليها عشان هي عمرها ما راجل اتعرف عليها ودعاها الموعد زي اللي بيحصل لها، وبتقول انها نفسها تجرب الراحه النفسيه اللي كانت هتكون فيها لو كان شكلها حلو زي مالوري، وبالليل بتتفرج رينيه على فيلم الطفل بيطلب امنيه وبتحصل معجزه وبتتحقق، فبيلهمها الفيلم وبتطلع رينيه بره البيت وسط المطر والبرق وبتروح لنافوره وهناك بترمي عمله وبتتمنى انها تكون جميله، وبتيجي تفتح المرايه وتشوف نفسها ولكن بتلاقي ان الامنيه ما اتحققتش وبتروح وهي محبطه، وتاني يوم بتروح رينيه الجيم وبتدخل صاله العجل وبتشوف المدربه الجديده وهي بتحفز كل البنات عشان يبدلوا بالعجل بسرعه ويبقى عندهم طاقه، وبتقول انهم موجودين هنا عشان يحققوا المعجزات ويغيروا شكلهم، فبتتحمس رينيه بزياده مبالغه وبتبدل على العجل بسرعه ولكن بتقع من عليها وبتخبط دماغها جامد على الارض وبتدخل ضفيره شعرها في العجله اللي جنبها وشعرها بيتقطع وبتفقد الوعي، وبعد شويه بتفوق رينيه في غرفه التغيير وبتدي لها الموظفه ميه عشان تشرب وبتطمن عليها، وبتيجي رينيه ترفع الازازه على بقها ولكنها بتستغرب من شكل دراعها وبتشوف رجليها وجسمها في المرايه وبيتهيأ لها انها اتحولت لبنت رشيقه وجميله، وبتكون الموظفه مستغربه من تصرفاتها ومش فاهمه حاجه، وبتطلع رينيه من الجيم وبتصرخ في الشارع من الفرحه وبتبقى فاكره ان الامنيه اللي اتمنيتها امبارح اتحققت، وفي مره بتبقى لابسه فستان قصير وبتقول لعرضه ازياء في الشارع ان فستانها جميل، وبتقول انهم محظوظين عشان اي لبس بيليق عليهم، وبتعدي رينيه على عمال في الشارع فبيصفر فيهم واحد للتاني عشان يندى عليه، فبتفتكر انه بيعاكسها وبتبقى مبسوطه من نفسها، وبتطلع رينيه مقر شركه ليكلير الرئيسي وبتدي السي في لموظفه الاستقبال المؤقته وبتقدم للوظيفه بكل ثقه، وبالليل بتروح البار وبتقابل صاحبتها هناك وبتبقى خايفه انهم ما يعرفوش شكلها الجديد بالنسبه لها، ولكن صاحبتها بيستغربوا من تصرفاتها بس مش بيقولوا لها ان شكلها زي ما هو ما اتغيرش وبياخدوها على قد عقلها، وفي تاني يوم بتروح رينيه المغسله وبتلبس لبس مكشوف عشان بتكون واثقه من نفسها وشكلها، وبتتصل على مايسن وبتقول لها انها تعبانه ومش هتقدر تيجي الشغل النهارده وبتمثل عليه، وبيكون وراها في الطابور راجل اسمه ايثان بيسالها رقمها في الطابور كام، فبتفتكر رينيه انه بيسالها عن رقم تليفونها فبتدي له رقمها وبتاخد رقمه، وبيكون ايثان مش فاهم حاجه، وبعدها بتروح رينيه تقابل صاحبتها في كافيه وهناك بيشوف الصور اللي اتصوروها خدت كام لايك، فبتقول لهم رينيه انها خدت الصور دي قبل ما تكون جميله عشان كده مش واخده ولا لايك واحد،
وبتبقى صاحباتها مستغربين من كلامها، ولما كمان بتقول لهم رينيه انها عايزه تتصور بالليل بشكلها الجديد. وتاني يوم بتروح رينيه شركه ليكلير وبتنده السكرتيره عليها عشان المقابله، ولكن السكرتيره بتبص لها باستغراب انها مقدمه الوظيفه زي دي في مكان زي ده وهي شكلها كده. وبتروح رينيه تعمل المقابله وبتلاقي ان افري ذات نفسها وموظفه الموارد هم اللي بيعملوا المقابله، وبيبقوا مستغربين من شكلها ولكن بيعجبوا جدا بثقه رينيه من نفسها وهي بتتكلم كانها ملكه جمال. فبتبص لها افري باعجاب وبتعينها، وبتدخل رينيه الاسانسير وبتصرخ من الفرحه بسبب وظيفتها الجديده. وفي تاني يوم بتروح رينيه لاول يوم شغل ليها في الشركه، وبتكون لابسه جيبه قصيره رغم جسمها اللي مش لايق، وبتمشي في الشركه بكل ثقه. وفي وقت الشغل بتدخل عليها واحده بتستغرب من شكل رينيه وبتفتكر انها في المكان الغلط عشان شكلها، ولكن ثقه رينيه في نفسها وهي بتتعامل معاها بتكون فوق الوصف. وبياخد جرانت ليكلير اخو افري ليكلير باله من تصرفات رينيه وبيعجب بثقتها في نفسها. وبعد شويه بتدخل رينيه اوضه الاجتماعات عشان تقدم مشروبات للحاضرين، ولكنها بتقع على الارض وبتوقع علبه مكياج على الارض معاها. فبتحاول انها تصحح الموقف وبتلم الحاجات من على الارض وبتقول انها مش لاقيه فرشه المكياج. فبتتريق افري عليها وبتقول لها انها لو عارفه هي شغاله فين كانت هتعرف انهم مش بيوفروا الفرش مع المكياج. فبتقول لها رينيه ان البنات الاغنياء هيبقى عندهم فرش غاليه خاصه بيهم، ولكن بنات الطبقه المتوسطه بيعملوا مكياجهم في مرايات العربيات والحمامات، ولو عملوه بصوابعهم المكياج مش هيكون مظبوط، بالتالي محدش من الفئه المتوسطه هيشتري المنتج. فبتنبهر افري من طريقه تفكير رينيه وبتعجب بيها. وبعد الشغل بتروح رينيه البيت وبتفضل تبص على شكلها في المرايه باعجاب، وبتتصل على ايثان عشان يخرجوا مع بعض في موعد غرامي، بس ايثان اصلا بيكون مسح الرقم ومش عارف مين اللي بيتكلمه بس بيوافق. وبيخرجوا مع بعض تاني يوم وبيعرفوا اكتر عن بعض. وفي مره بتكون رينيه في الشغل وبتاكل اكل غير صحي، وبتدخل افري عليها وبتقول لها انها محتاجاها معاها في مدينه بوسطن عشان عرض ترويجي للمنتج الجديد. فبتتفاجئ رينيه وبتوافق وبتعزمها افري على العشاء وبتقول لها تجيب معاها حبيبها لو عايزه. وبعد الشغل بتقابل رينيه ايثان وبيكون لسه طالع من صاله الزومبا، فبتتريق رينيه عليه وبتقول له ان الرياضه دي للبنات. وبعدها بيقعدوا مع بعض في المنتزه وبيتكلموا مع بعض، وبيقول لها ايثان مش مثالي زيها عشان هي واثقه جدا من نفسها برغم حجمها، وبيفضل يقول لها على كل الحاجات الحلوه اللي فيها وبتعجب رينيه بيه وبيرتبطوا ببعض. وفي تاني يوم بتروح رينيه مطعم فاخر في صاله رجال الاعمال اللي مش اي حد بيعرف انه يحجز فيها، وبيكون معاها حبيبها وبيروحوا يقعدوا مع افري وعيلتها. وهناك بتعجب ليلي جدا بثقه رينيه في نفسها وبتقول لها ان نفسها افري تكون عندها نفس طريقه تفكير رينيه، وبتبقى ليلي متفائله جدا برينيه في عرضهم الترويجي في مدينه بوسطن. وفي يوم بتروح ليلي بار مع صاحباتها بيكون فيه قسم خاص للعارضات، ولكن ما بيسمحوا لهاش انها تدخل عشان شكلها وعشان شكل صاحباتها، وبيقعدوا على الترابيزات العاديه. ولما رينيه بتكون قاعده بتاخد بالها من عارضات معاها في الشغل وبتسيب صاحباتها لوحدهم وبتقعد مع العارضات في القسم الخاص، وبيبقى صاحباتها حاسين بالاهانه من رينيه وانها نسيتهم. وبتعدي الايام وبتتصاحب رينيه على العارضات وبتقعد معاهم طول الوقت وبتنسى صاحباتها القدام العاديين. وكمان لما بتشتغل بتعامل الزباين على حسب شكلهم وبتتغير اخلاقها وبتبقى مغروره. وبالليل بتروح بار مع صاحباتها القدام ولكنها بتحرجهم قدام شباب بيكونوا بيتعرفوا عليهم، وبتحرج صاحباتها وبيتضايقوا جدا منها ومن تصرفاتها. وبيجي يوم سفر رينيه لبوسطن وبتطلع الطياره الخاصه بتاعه الشركه، وهناك بتلاقي افري تعبانه من الشغل وعايزه تنام، وبتفاجئها افري وبتقول لها انها تعينها نائبه رئيس خط انتاج للمستحضرات. وبتلاقي رينيه جراند في الطياره وهو بيتسحب وبيشاور لها تجيله، وبيقول لها انها ما تعرفش اخته انه مسافر معاهم. وبتوصل رينيه للفندق اللي في بوسطن وبتفضل تتمرن في اوضتها على الخطاب اللي هتقوله في العرض، وبيخبط عليها الباب وبتلاقي انه جراند وبيدخل الاوضه وبيقول لها انه معجب بيها وبيجي يبوسها، ولكن موبايل رينيه بيوصل له رساله من ايثان، فبتحس رينيه بالذنب بسبب انها بتخون حبيبها وبتخلي جراند يطلع بره الاوضه. وبتروح رينيه الحمام وبتبص لنفسها في المرايه وبتلوم نفسها عشان هي اتغيرت للاسوء، وبتفضل تسال نفسها انت مين وهي متعصبه. وبينده عليها جراند وبيقول لها ان الاكل اللي طلبوه وصل، ولكن رينيه ما بتكونش شايفه الباب اللي في الحمام وبتخبط فيه جامد وبتتعور في دماغها وبتفقد الوعي في الحمام. وبعد ساعات بتفوق رينيه وبتلاقي نفسها اتاخرت على العرض، فبتنزل الصاله الرئيسيه في الفندق وبتلاقي مايسن هناك وبيقول لها ان دماغها بتنزف دم وانه موجود في بوسطن عشان شغال في العرض كعامل تقني. فبتفضل رينيه تساله هو متعرف عليها بشكلها ده وبيقول لها اه. وبتفوق رينيه اخيرا من الوهم اللي كانت فيه بسبب الخبطه، فبتروح للمرايه عشان تتاكد، ولما بتشوف نفسها بتفضل تعيط وتكره انها رجعت لشكلها الطبيعي. وبيكون مايسن مستغرب من تصرفاتها ومش فاهم حاجه لان اصلا شكلها ما اتغيرش بالنسبه له، ولكنها بتفقد ثقتها في نفسها وبتدي الايباد لمايسن عشان يديه العرض واللي بيكون عليه الخطاب اللي رينيه كانت هتقوله في العرض. وبتسافر رينيه لمدينتها وهي مكتئبه بسبب شكلها وبتعيط كل لما بتشوف نفسها في المرايه. وبتصحى وهي نايمه على الكنبه وبتلاقي ان افري اتصلت بيها كتير وبتسيب لها رساله بتقول فيها انها محتاجاها معاها في عرض ترويجي اكبر بكتير من اللي حصل. وبتيجي رينيه تفتح اللابتوب فبتلاقي ايثان بيتصل بيها فيديو وبترد بالغلط، فبتستخبى تحت الترابيزه عشان ما يشوفهاش. وبيقول لها ايثان انه عايز يخرج معاها في موعد يوم السبت، بس رينيه بتكذب عليه وبتقول له انها تعبانه وبتقفل المكالمه. وبتكون رينيه مكتئبه وبتشرب كحول وبتبقى سكرانه وبتروح لصاحباتها القدام تقعد معاهم ولكنهم بيرفضوا انها تقعد معاهم تاني، وبتعتذر لهم رينيه ولكنهم ما بيسامحوهاش. وبيجي يوم السبت وبتروح رينيه المطعم اللي فيه الموعد مع ايثان وبتفضل تستخبى منه ولكنه بيلاحظ وجودها وبيقعد جنبها على البار. وهناك بتقول له رينيه انها مش مناسبه ليه وانه يستاهل واحده شكلها احسن منها، وبتسيبه لوحده وقلبه مكسور. وبسبب الاكتئاب بتفكر رينيه انها تروح الجيم وتعمل نفس الحادثه تاني، وبتروح هناك وبتركب العجله وبتبدل عليها جامد ولكن ما بيحصلش حاجه وبتحبط. وبتروح لاوضه تغيير الملابس وبتلاقي مالوري بتعيط بسبب ان حبيبها انفصل عنها، فبتقول لها رينيه ازاي واحده في جسم مالوري وجمالها حد يسيبها. وبتخلي مالوري تحس بتحسن وبتثق في نفسها، وبتعرف ان مالوري مقدمه في شركه ليكلير عشان تكون عارضه في العرض الترويجي الجاي. فبتتنكر رينيه في لبس عامل نظافه وبتروح الشركه وبتشوف موظفه الاستقبال الجديده، وبتقول رينيه للموظفه انهم المفروض يجيبوا عارضه شكلها عادي عشان البنات تحس ان
المنتج ده ليهم مش للعارضات. فبتتريق عليها الموظفه بتقول لها قصدها على حد زي رينيه، فبتفكر رينيه وبتقول وبتقرر انها هي اللي تعمل العرض. وبتتصل رينيه على صاحبتها عشان يروحوا العرض وده اخر طلب ليها عندهم. وبتروح رينيه لمقر العرض وبيدخلها مايسن وبتتفق معاه انه يشغل حاجه معينه في العرض. وبيجي وقت العرض وبتقول افري الخطاب ولكن الميكروفون بيفصل. وبتظهر رينيه وبتحاول انها تعدي من ازاز المسرح عشان تعمل عرض وتشويق، ولكنها بتحرج نفسها وبتلف جنب الازاز وبتتكلم وبتعمل العرض بمساعده مايسن. وبتجيب صوره ليها قبل الحادثه وبعدها وبتقول انهم مختلفين تماما، فبيستغرب الحاضرين عشان شكلها زي ما هو في الصورتين. فبتلتفت رينيه وبتعرف ان كل ده كانت في وهم وان مفيش معجزه حصلت. وبتجيب صور لبنات عاديين وصاحباتها وبتقول انهم مش لازم يكونوا في جمال العارضات عشان يحسوا بالرضا عن نفسهم، وانهم يثقوا في نفسهم، وان لكل بنت جمالها الخاص، وانه ملوش لازمه من غير الثقه في النفس. وبينبهر الجمهور بالخطاب وبتفرح افري جدا باللي رينيه عملته في العرض. وبتروح رينيه لبيت ايثان وبتصالحه وبيرجعوا لبعض بعد لما قالت له انه كان شايفها اجمل واحده في وقت هي كانت شايفه نفسها اوحش واحده. وبترجع رينيه للجيم وبترجع ثقتها بنفسها.